ما هو بيني وبينك انا كنت مزنوق في فلوس. صراحه ما حبيتش ازعل حد، حاولت اكسب الناس على قد ما اقدر. مش كده وبس، ده انا عملت حاجه مجنونه ويا ريتني بجد ما عملتها. اخدنا بوكس مليان هدايا وطلعنا بره، الناس حرفيا نفختني. يا شباب كبرتوا الموضوع والله العظيم، دي هدايا يعني مش لحمه. بقى طاهر اتعمل معاه كده؟ محدش يسال في الكومنتات طاهر اتعمل معاه ايه. طبعا عشان احنا ناس مالناش في الواسطه، فقررت اكسب كل اصحابي من غير ما حد ياخد باله. ايه ده؟ تقولش لحد يا مازن بسرعه. اما بقى عبد الفتاح العبد فقال لي لا انا ماليش في الهدايا، انا واحد لسه كسر الظهر بتاع الايفون بتاعي، فانا عايز المكان يغير لي الظهر بتاع الايفون. قلت له من عيوني، ده المكان بيغير الظهر، بيغير البطاريه، بيغير كل حاجه وزي الاصليه بالملي. وده شكل الايفون وهو متكسر من الظهر لو اول مره تشوفه في حياتك. تتوقعوا الايفون بعد ما يتغير له الظهر هيكون عامل ازاي؟ هل هيرجع زي الاول بجد؟ قولوا لي في الكومنتات. شكرا جدا لاصحابي اللي جم الايفنت مخصوص عشاني، وشكرا جدا لكل شخص جالي من بعيد او من قريب مخصوص. بجد انتوا تسووا عندي كتير جدا. مش عايز اقول لكم ان ده كله تسخين لحاجه جامده جدا قريب. انت كل اللي عليك بس انك تدعمني بلايك وفولو وتسيب الباقي عليا.